الركراكي يعلن لائحة منتخب المونديال بحضور المدافع بانون والمهاجم حمد الله. أعلن الناخب الوطني وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لائحة اللاعبين المشاركين في مونديال قطر 2022 بحضور المدافع بدر بانون والمهاجم عبد الرزاق حمد الله. وقال الركراكي ضمن ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس إنه اختار 3 حراس للمرمى من أجل المشاركة في نهائيات كأس العالم، وهم ياسين بونو ومنير المحمدي ورضا التقنوتي. وفي خط الدفاع وجه الناخب الوطني الدعوة إلى كل من بدر بانون ويحيى عطية الله وأشرف حكيمي ورومان سيس، بجانب أشرف داري ونايف أكرد وجواد اليميق ونصير مزراوي. كما اختار وليد الركراكي الاستعانة بخدمات لاعب الوسط بلال الخنوس وعبد الحميد الصابيري ويحيى جبران وعز الدين أناحي وسفيان مرابط وسليم ملاح. ويعول المنتخب كذلك الوطني في المونديال أيضا على حضور لاعبين حكيم زياش وأمين حارث ويوسف نصيري وإلياس شاعر وزكريا أبو خلال وعبد الصمد الزلزولي وسفيان بوفال ووليد شديرة وعبد الرزاق حمد الله. وإذ كانت خيارات الناخب الوطني وليد الركراكي مفاجئة بدعوة حمد الله إلى اللعب في كأس العالم، فإن حدة المفاجأة تزداد بغياب أسماء أبرزها أيوب الكعبي والإخوان ريان وسامي ماي. جدير بالذكر أن قرعة نهائيات كأس العالم قطر 2022 وضعت المنتخب الوطني المغربي ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا.